السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة درس جديد عن الكسر. طبعا احنا هنا لما بنعمل نمبر تكس ده خلاص مالناش دعوة بيه. نمبر رقم اهو، هو رقم بنكتب هنا مجموعة أرقام، انتوا شايفين هو أرقام وهكذا. ده كده ايه؟ أرقام. لو نفترض أنا عايز أعمل نص أو 1.5، إنما 1.5 اللي هي 1.5 يعني بيديني هنا 2. لا أنا عايز 1.5 بالدقة بالظبط. ما الحل في القصة دي؟ بنخش هنا عند الديزاين، نخش عند ديزاين، طبعا بنسيب الجدول، نخش عند النمبر، يعني نقف عند النمبر ونيجي عند اللي هي ايه، الفيلد سايز ده ولا السي، ماشي. ونيجي هنا بنخليها اللي هي الدبل كده، هيبدأ يدينا 1.5 اللي أنا عايزه. بدأ يكتب 1.5 أهي كده، نص وهكذا. يبقى هو كده قدر اللي احنا نقدر نعمل الكسر جزء من الرقم، واحد وجزء من الرقم، 2 مثلا وواحد، 2 وجزء واحد. ايه الإفادة؟ طب ما حد كان ممكن يقول لي مثلا طب ما تعملها كرنسي وتكتب 1.5 زي ما انت عايز اهي. الإفادة أولا أنا مش عايز جنيه مصري دي. قال طب ما أنت ممكن تعمل أرقمة اللي هي الكومة وهي هتشال معاك ال1 جنيه مصري. قال لك أنا عايز أقول احتمالية اللي ما أقدرش هنا مثلا لو عملت واحد فهنا هيديني 2 زيرو جنبيها، بوينت 2 زيرو. فهنا بقى الفرق الوحيد القصة دي كلها لو أنا أقدر أكتب هنا واحد وهنا واحد، لكن هنا الفرق اللي هو اداني 2 زيرو بعد الكومة. ده الكلام ده لو أنا عملت الكومة، تمام. هنا عملت 1.5 هيديني برضك 1.5 بالظبط، بس زي ما انت شايف فيها زيرو زيادة. ده الفرق ما بين تجزئة الرقم وتجزئة العملة. تجزئة الرقم وتجزئة ايه؟ العملة. واحد هيقول لي طب انا لو عملت الكومة اقرب رقم 10 مش هيظهر لي الزيرو بتاع التاني اللي هو ده. ماشي، انا لو عملت هنا 1.54 وعملت هنا 1.54 فمش هيجيب لي 4، هيجيب لي 1.5. يبقى أصبح ده دقة عن ده. يبقى أخش على الديزاين وبنيجي عند النمبر وبنخش على فيلد سايز وبنختار كلمة الدبل. ده درس النهاردة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.